عارف انت لما تقعد وكل شويه وخايف يفوتك حاجه؟ الحقيقه مش انت بس اللي بيحصل لك كده، ولا انتي ولا انت ولا هي ولا هم ولا هن ولا انتم. الموضوع يا ستي ان الانسان البشري، هو في انسان مش بشري؟ هو مين اللي كاتب السكريبت ده؟ في حاجه اساسا متفرعه من القلق اسمها الخوف من حاجه يفوتك، الفير اوف ميسنج اوت. ما طبيعي يا ستي، ما الانسان البشري اصلا مش متعود يشوف كل حياه الناس دي مره واحده. انفورميشن اوفرلود، اللي بيسافر وبيتجوز واللي شايل الهم واللي عمل $1,000,000 وهو عنده 19 سنه. الانسان زمان كان في قريه صغيره يا دوبك بيعرف اخبار جيرانهم بالعافيه، وكمان بيبقى سر، ما البيوت اسرار. الموضوع اقدم من كده. لما خالتك كانت تيجي وتحكي لكم على حاجه كنت بتخاف تقوم من القعده تروح تعمل شاي وتيجي، هي نفس القعده دي بس اتبدلت بحاجه اكثر ذكاء من خالته. مش قصدي حاجه يا خالتي. فبكل بساطه انت فايتك حاجات كتير قوي، ولو ما قمتش دلوقتي هتفوتك حياتك برضو، وبكده انت لا عشت حياتهم ولا عشت حياتك.